مرحبا بكم في قناة دقيقة مطبخ. وصفة اليوم الجنواز. المكونات: صفار بيض، دقيق، سكر عادي، بياض بيض، سكر فانيليا لنتخلص من الزفار، وخميرة الكيك أو البيكنج باودر. ناخذ أول شيء الدقيق، نضيف عليه خميرة الكيك، ثم نحطهم مع بعض. هكذا جيد. الآن نأخذ وعاء نضع فيها بياض البيض. في هذه وصفة من الجنواز سوف نخفق البياض البيض ونخفق صفار البيض. توجد وصفات نخلطهم بيض كامل. نبدأ الآن بالخفق. عندما يبدأ بيض يصبح مثل موس، نضيف السكر تدريجيا على 3 أو 4 مراحل. مثل هكذا نضيف. نضيف سكر فانيليا ومن القليل من السكر. نضيف كمية ثالثة من السكر. أنا غيرت الخفاقة حتى تكون أسهل. نخفق الآن. الآن نخفق صفار البيض حتى يضاعف حجمه. هكذا جيد للصفار البيض. الآن ناخذ بياض البيض. كيف نعرف أنه بياض البيض خفق جيدا؟ عندما يصبح البياض هكذا أو ما يسمى بمنقار العصفور. الآن نضيف صفار البيض على بياض البيض. ثم نواصل الخفق. هكذا جيد. نضيف الآن الدقيق المنخول الذي قمنا بنخله. ثم الآن نخفق على سرعة بطيئة لكن لثواني معدودة حتى لا نفقد تركيبة بياض البيض والصفار. عندما نتأكد أنه بياض البيض اختلط مع الدقيق نوقف الخفق. ثم نأخذ القالب نضع زبدة أو زيت ثم دقيق حتى لا تلتصق الجنواز.
يمكنكم وضع الجنواز على ورقة الزبدة على طبق الفرن حتى تكون مستطيلة بعلو 1 سنتيمتر. الآن نضع الجنواز في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة بين 20 إلى 25 دقيقة. هذه الجنواز نشوف أنها طرية، أقوم الآن بتقطيعها هكذا جيد. شوف أنها طرية لكن تقطيع الجنواز لم يكن جيدا. إذا أعجبتكم الوصفة لا تنسوا بالنقر على زر لايك والاشتراك في القناة.